ولادنا بيرسموا رسومات جميلة جدًا وكتيرة أوي، ما بنبقاش عارفين نعمل فيها إيه وبتتنسي أو بتترمي، إيه رأيكم نخلّيهم يعملوا فيديو يفضل معاهم العمر كله مع الشخصيات اللي هم رسموها ويكون ممتع؟ يالّا بينا نتعلم حاجة جديدة. اهلا بكل اصحاب المبرمجين. النهارده الحلقه بتاعتنا مختلفه ومتميزه كالعاده. ان احنا النهارده هنتعلم ازاي ان احنا نحول الرسومات بتاعتنا لشخصيات بترقص، ونقدر كمان ان احنا ندمجها في فيديو معانا واحنا بنرقص، او ان احنا بنعمل شو كلنا مع بعض. زي ما انتم شايفين في الفيديو كده، هو دوت ان شاء الله اللي احنا هننفذه النهارده. ويلا بينا نبدا مع بعض. اول حاجه، احنا بيبقى عندنا رسومات كتيره جدا ما بنبقاش عارفين نعمل بيها ايه، وساعات ولادنا بيصعب علينا لما بيكبروا والرسومات بتاعتهم دي بنقطعها وبنرميها. ساعات بيبقى عندنا ورق كتير قوي مش عارفين نعمل ايه من كتر ما هم بيحبوا الرسم، دايما بيرسموا شخصياتهم بقى الخياليه او شخصيه كرتونيه هم بيحبوها. فاحنا علشان كده النهارده هنقدر ان احنا نحول الذكريات بتاعت ولادنا والشخصيات اللي بيحبوها لفيديو تفضل موجوده عندهم العمر كله في ذكرياتهم، ويقدروا كمان ينفذوه كل ما بيكبروا مع تغيير الشخصيات بتاعتهم. اول حاجه هنعملها ان احنا هنخلي الولاد يجيبوا الرسومات بتاعتهم، ونقدر ان احنا نخليهم ان هم يصوروها. يا ريت يصوروها بنفسهم عشان يقدروا ان هم يتعلموا ازاي ان هم يصوروا الصوره صح، ما يبقاش فيها حواليهم اي حاجه. وده كمان بيبقى جزء من تعليم الدرس النهارده، ان هو ازاي ان هو يقدر يصور صوره مظبوطه مفيش حواليها اي حاجه. وبعد ما يعمل لهم تصوير ياخدوهم على الويب سايت بتاع سكتش دوت ميتا ديمو لاب. والسايت دوت احنا استخدمناه اكتر من مره في الحلقات الاخيره بتاعتنا، وتقدروا ان انتوا ترجعوا لكل الحلقات وتتفرجوا عليه بالتفصيل. هيبداوا ان هم يرفعوها، لما يرفعوها هناك يقدروا ان هم يعملوا البوزيشن بتاعها. لو في حاجات بقى عايزه ان تقدر ان هم يظبطوها، يا ريت ايه احسن ان هم يظبطوها، زي ان هم مثلا يلونوا جزء مش متاخد معاهم، لان ممكن تبقى الرسمه بتاعتهم مش بيرفكت، لان في الاخر في الاول ده ماشين ان هو زي ما هو عايز ان هي تبقى فاتحه ايديها ورجليها عشان يقدر ان هو يشوف كل حدودها. بالعكس، خلي الرسومات بتاعتهم تبقى تلقائيه زي ما هم بيحبوا، بس نقدر ان احنا نظبطها شويه وهم ايه، والبرنامج بيعمل لها ماسكينج، حاجات بسيطه نقدر ان احنا نظبطها علشان خاطر تطلع صوره الحركه بتاعتها حلوه. بعد ما نعمل كده ونلاقي الصوره اللي انت عايزها، هتختار بقى اي حاجه من الدانس او اي حاجه من اللي انت عايزها وتعمل لها سيف. كل الحاجات دي بالتفصيل مشروحه في الفيديو دوت، انا سايبه لكم اللينك بتاعته تقدروا ان انتوا تشوفوها. عشان ما اطولش الحلقه عليكم، فهنروح على كانفا ونبتدي ان احنا نقول له ان احنا عايزين كرييت فيديو. ما ينفعش الاولاد من اول 9 سنين ما يقدروش ان هم ما يعرفوش في الوقت الحالي ان هم ما ينفعش يستعملوا كانفا. لازم الاولاد كلهم يعرفوا ان هم يستعملوا حاجات بسيطه في كانفا، ان هم يعملوا بوستر، يعملوا فيديو. بيجي لي ولاد عندهم 10 سنين و11 سنه ممكن تعمل لنا فيديو، عندنا حاجه بروجكت في المدرسه. لا، انت لازم تكون تعرف تعمله لوحدك، لان هو بسيط وسهل جدا الصراحه. طيب هنبتدي بقى ان احنا نقول له كرييت فيديو. هنعمل ابلود لكل الفايلز بتاعتنا اللي احنا عملناها من الشخصيات بتاعتنا المتحركه، هنضيفها هنا اهوت. وكمان هنضيف الفيديو بتاع الولاد هنصورهم وهم ايه وهم بيعملوا دانس لوحدهم. كل ما تبقى الخلفيه بتاعت الولاد فاضيه، كل ما تبقى الصوره الفيديو هيبقى احلى. يعني ستاره مثلا خلفيتها بتاعتها ساده، او حيطه عندنا بيضه او حيطه ساده، نقدر ان احنا ايه وخلي الولاد يلبسوا لبس مختلف علشان لما نيجي نشيل السكرين مفيش جزء من الولاد يتشال معاهم، لان هو بيشيل عن طريق الالوان. فممكن ان احنا ببساطه نقدر ان احنا نصور الولاد ورا حاجه تكون خلفيتها بتاعتها لونها مختلف عن اللي هم لابسينه، وتكون ايه ساده. هنحط كل الصور بتاعتنا. انا عندي ابجريد بتاع الكانفا، بس انت تقدر تستخدم ان سكرين. والان سكرين دوت انا شرحها برده في اللينك بتاع الفيديو دوت، بيشيل الخلفيه بتاعت اي فيديوهات انت بترفعها له. بس انا استخدمت اللي هو بتاع كانفا لان انا دافعه الفلوس بتاعته. وكانفا ناس كتير قوي عندهم ممكن تطلب من اي حد ان هو كمان تستخدمه يشيل لك الباك جراوند بتاعت الفيديوهات بتاعتك. خطيت كل الشخصيات بتاعت الحاجات اللي ابني بيحب ان هو يرسمها وحطيتها معاه، وحطيته هو كمان الايه الباك جراوند بتاعت الصوره. بعد ما عملت كده ابتدي اهو شايفين هو دوت الفيديو الايه النتيجه النهائيه. فكره حلوه ولذيذه جدا نقدر ان احنا نحفظ بيها لاولادنا الصور بتاعتهم والرسومات بتاعتهم. وكمان نقدر ان احنا نعمل حاجه تانية، ان احنا كمان نشيل الخلفيه كمان من عند ابني. يعني عملته في صوره تانية شلت الخلفيه من عنده. ممكن لو انت عندكم جرين سكرين ماشي، ما عندكش جرين سكرين مفيش مشكله، تقدر ان انت تنفذ الموضوع دوت زي ما قلت كده عند ستاره، بس تكون ايه نفس اللون. شلت الخلفيه بتاعت ابني، قلت له شيل الباك جراوند من الفيديو بتاع ابني، وابتديت ان انا احط له ايه فيديو تاني من عندي. وطبعا نقدر ان احنا نحط خلفيات كتيره قوي بحيث ان الايه ان الابداع ما يبقاش ليه نهايه.
هي دي الفكره بتاعتنا النهارده، وهي دي الفكره بتاعت الفيديو بتاعنا، ازاي نحول رسوماتنا الجميله انها تفضل فيديو معانا تعيش لايه، العمر كله ان شاء الله. وكل شويه تقدروا كل ما تعملوا رسومات ان انتوا كمان تحطوها في فيديو مع ولادكم. فكره حلوه ولذيذه، اتمنى ان انتوا كلكم تنفذوها. بصراحه ولادي استمتعوا جدا بالفكره ديت وهما بينفذوها، وقضينا مع بعض وقت لذيذ وضحك وتهريج، واكيد احنا محتاجين ان احنا نعمل انشطه مختلفه في الاجازه. اتمنى تكون حلقه النهارده عجبتكم وان انتوا اتعلمتوا حاجه مفيده. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب في القناه بتاعتنا، لايك وشير، وما تنسوش كومنتاتكم علشان نشوف ايه اللي انتوا محتاجين ان احنا ننفذه لكم، واهم حاجه تطبيقاتكم على هاشتاج كود فور اول. هابي كودينج.